وانا الحقيقه النهارده مبسوطه جدا لانه انا سمعت شائعات كثيره جدا عن البرنامج ولم اجد اي شيء منها، لدرجه ان انا مستغربه بشكل كبير. ايه يعني منين جايه التحفظات؟ التحفظات دي قالها دار الافتاء. انا ما عنديش فكره هم يعني هل اتفرجوا على البرنامج. انا يعني عندي احترام جدا للمنابر المتخصصه الدارسه وللازهر تحديدا، فانا عايزه افهم يعني مين اللي افتى هذه الفتوى، لانه بالتالي لو اتفرجوا على البرنامج وراجعوا الريفرنس يعني المرجعيه بتاعه الارث الثقافي للرقص الشرقي، احنا مش بعاد، بل بالعكس احنا ابتدينا نحطها كمان في مضمون الرقص الشرقي واحترامه من جمهوريه مصر العربيه اللي هي منبع هذه المدرسه. لازم شيء يحترم، وخاصه لو تم تقديمه بالشكل المشرف اللي انا اتفرجت عليه. طيب البرنامج مبدئيا مش وحش، ولكن في ملاحظات انا شفتها. الرقص الشرقي الباك جراوند بتاعته للجمهور العادي انه هو مرتبط بمادة العمر، ان هو مرتبط بالمياصة والدلع. انا ما شفتش في البرنامج حاجة زي كده، بس شفت المياصة والدلع في بعض المشتركات. ده مش مطلوب، انت كده بترسخ نفس العقيدة بتاعت الناس اللي بتهاجمك، اللي هي بتحب الرقص الشرقي بس ما بتحبش الاضافات المبتذله دي. اذا البرنامج كان مقدم بشكل متحضر وبشكل راقي جدا. انا مش فوار، انا ما بفتحش لحد ازازه، انا ما بعملش حاجه وحشه، انا بقدم فن. ولكن ليه في بعض المدربات خاصه المصريه منهم كانت مرتبطه برضه بفكره انا مش عايزه ده، والله ما له علاقه بالرقص الشرقي. الرقص الشرقي تكنيك، الرقص الشرقي حركات، انا بجسد كل ايقاع المزيكا بجسمي، ده لوحه فنيه انا برسمها بجسمي، فمالوش علاقه خالص بانا ميصه ولا حلوه ولا جميله ولا دمي خفيف ولا دمي تقيل. هو له علاقه بالفن زي